بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أحمد عماد الدين بإذن الله. في الفيديو ده أول فيديو للرسم المدني. هنتعرف على أول درس في الرسم المدني، وهو الأعمال الترابية الإيرث ووركس. في البداية لو جينا نرسم مثلا سيكشن من الترعة، هنا نقول إن ده البيد اللي هو القاع بتاع الترعة، ده منسوب المية. وهنا الجزء ده اسمه البيرم، والجزء ده اسمه بنك. طيب ايه البيد وايه البرم وايه البنك؟ البيد زي ما قلنا اللي هو القاع بتاع الترعة، البرم ده بيبقى مستوى او جرف كده جنب الترعة، والبنك ده الطريق اللي بيمشي عليه العربيات. تمام. في عندي في الترعة بيبقى في تهشير اسمه تهشير الارض، بيظهر بالشكل ده خطين خطين، بيبقوا بزاوية 45، بس انت مش لازم تعملهم بزاوية 45، يكفي ان انت ممكن تعملهم بايديك بشكل مش يكون كبير قوي يعني. ده اسمه تهشير الارض. تمام. البيت بيبقى دايما اقل منسوب في عندنا في الرسم المدني. علامة المنسوب تبقى عاملة كده، مثلث، راس المثلث على الخط، وبيتكتب على الخط جنبه مثلا منسوب وليكن 8. في علامة في شكل تاني للمنسوب، بيبقى خط دايرة كده، نصها فوق ونصها تحت، النص اللي تحت بيكون متهشر وبيتكتب جنبها برضو 8. الشكل ده بيكون شائع اكتر في الرسم المعماري، اما الرسم المدني بيبقى معظمه بالشكل اللي هو مثلث المنسوب ده. طيب لو جينا خدنا قطع سيكشن في في الترعة دي، لو جيت رسمت لها ايزومتريك مثلا او شكل توضيحي، ده اسمه البيد، في مستوى مايل. بعد كده البر، بعد كده البنك، في ميل ما بين. تمام. مثلا وليكن نفترض ان منسوب البيد ده منسوبه 8، ده منسوب 11،
ده منسوب 12. ده شكل البيد. انا خدت سيكشن او خدت مقطع، يعني جزء من الترعة رسمت نصها بس. فده قاع الترعة. تمام. بعد كده في الميل اللي باين عندي هنا. تمام. هيظهر الميل اهو. وبعد كده عندي المستوى الافقي ده اللي هو البيرم. وبعد كده البنك. تمام. ميل وبعد كده البنك. الميل اللي ورا ده، ده بيكون مستوى بقى اللي هي زي الارض الزراعية اللي بتبقى جنب الطريق. دايما في اي مصرف او اي مجرى مائي بيكون بالشكل ده. بيكون في طريق وبعديه ارض زراعيه وشويه حاجات كده. المنسوب بتاع الارض دي غالبا بيكون نفس منسوب البرم. يعني لو ده 11 بيكون ده منسوبه 11. بس ده ما يهمناش في حاجه، لان احنا اصلا كل اللي يهمنا رسم الترعه. ده قطع. طيب، لو جينا عملنا مثلا رسمنا بلان للشكل ده، هنبص من فوق. فاول حاجه هنشوفها خط القطع من تحت. اعمل خط قطع لان انا مش راسم الترعه كلها، انا واخد جزء من الترعه. منسوب البيد من غير ابعاد دلوقتي. اول حاجه هتبان عندي البيد بمنسوبه اللي هو 8. وبعد كده هشوف الميل. وبعد كده هشوف منسوب البرم منسوب 11. بعد كده في ميل. وبعدين البنك. بعد كده ميل اليمة التانية في الاتجاه التاني. بعد كده الأرض هعمل لها خط قطع. طيب، في الرسم المدني، في التهشير ده بعمله ازاي؟ التهشير ده يكون مثلا وليكن لو انا عندي مستطيل كده وعايز اعمل له تهشير المايل. المستطيل ده بيبدأ خط طويل وخط قصير. الخط الطويل ده طوله هو نص المسافة الكبيرة، نص المسافة بتاعة المستطيل. والخط القصير هو ربع المسافة. يبقى أنا همشي نص وربع، نص وربع، نص وربع. طيب، هعمل كل ده. هفضل أهشر تهشير المستطيل كامل. طبعا هو ممكن ياخد مني وقت، لكن في الامتحان أنا يكفي ممكن أعمل شوية في الأول، شوية في النص، وشوية في الآخر. هيبان برضو ايه بس بشكل منتظم علشان تكون الرسمة شكلها كويس. هنا برضو عامل كده. وعملت الميل الاتجاه التاني لان الجرف جاي مايل في الاتجاه التاني. طيب، دلوقتي في المسألة او في التمرين هيكون مديني البعد ده. احيانا ممكن يكون معطى او ممكن انت تفرضه لان انت بتاخد خط قطع. فعادي سواء هو كان معطى او انت فرضته مش هتفرق. فده مفروغ من امره. المشكلة ممكن البعد بتاع المايل ده هو ممكن مش هيديهولك. طيب، علشان اجيب البعد ده اعمل ايه؟ في قانون عندي اسمه فرق المنسوبين في الميل. طيب، القانون ده فايدته ايه او وظيفته ايه؟ القانون ده لايجاد البعد الافقي لاي مستوى مائل.
البعد الافقي اللي هو ايه؟ يعني انا عندي مستوى مايل، ميل جاي بالشكل ده كده، لو عملت اسقاط لهنا كده، البعد ده هو البعد الافقي. تمام. طيب علشان اجيب البعد ده قال لي عندك قانون اسمه فرق المنسوبين في الميل. طيب فرق المنسوبين اللي هم مين؟ مثلا لو جينا مثلناها هنا، ده البعد الافقي اللي هو هيظهر في البلان. لو جينا مثلناها هنا، فرق المنسوبين منسوب اللي قبله ومنسوب اللي بعده، اللي هو منسوب 8 ومنسوب 11. في الميل، الميل ده هيكون هو مديهولي الميل ده مثلا بيكون 2 إلى 1. مثلا لو ده قلنا اللي هو 3 إلى 2، مش هتفرق. هي عندي الميل مثلا بيكون 2 إلى 1 أو 5 إلى 1 أو 10 إلى 1، 3 إلى 2، وليكن زي ما يجي في التمرين. المهم الميل اللي انا بضربه ده فيه ده، انا بضرب في الرقم اللي مع الواحد. تمام. يعني لازم تكون صورة الميل زد الى واحد. الميل ده هو الزد. فرق المنسوبين، يعني مثلا لو جينا طبقناه في المثال ده 8 و11، فرق المنسوبين 3، يبقى 3 في الميل اللي هو 2 في 3 ب6، المسافة دي هتبقى 6 متر. وليكن يعني ده فرض، يعني ايه، مثال من دماغي كده، اي حاجة. طيب في عندي هنا مثلا لما يكون الميل 3 إلى 2، ما ينفعش أحط الزد ب3، لازم الصورة تبقى زد إلى 1. يبقى الميل لما يكون 3 إلى 2 هي 1.5 إلى 1. يبقى الزد بتاعتي في الحالة دي هي 1.5 مش 3. تمام. طيب ماشي. عندي دلوقتي أنا عرفت أجيب البعد الأفقي لأي مستوى مايل. في عندي قانون لإيجاد عرض البرم. عرض البرم ده أحيانا ممكن في التمرين مش يكون معطى، فعلشان اجيبه في قانون تاني اسمه فرق المنسوبين في فرق الميلين. القانون ده بجيبه علشان اجيب عرض البرم. في مسائل بعض التمارين هتلاقي العرض البرم ده اساسا معلوم، بس لو العرض مش معلوم، هو يعني الشائع ان هو بيكون معلوم، بس لو العرض ده انت متعرفوش، هتجيبه بقانون فرق المنسوبين في فرق الميلين. طيب فرق المنسوبين، منسوب اللي قبله ومنسوب اللي بعده. مثلا ده كان منسوب 12 زي ما احنا فارضين، منسوب اللي قبله ومنسوب اللي بعده، الفرق ما بينهم 8 و12، يبقى 8 12 ناقص 8 في فرق الميلين. ده كان ميل 3 إلى 2، وده ميل 2 إلى 1. فرق الميلين 3 إلى 2 ناقص 2 على 1. تضرب الاتنين دول في بعض هيطلع لك عرض البرم. ده كده علشان اجيب العرض بتاع البرم. بقية الرسمة بقت معلومة. ده مستوى مايل، عرفنا بنجيب البعد الأفقي بتاعه ازاي، والبنك بيكون معطى. تمام. ملوش قانون ان انت تجيبه بيه، لكن هيبقى معطى في المسألة العرض بتاعه. والميل نفس الموضوع، بتعرف الميل ده مثلا وليكن 3 إلى 2 برضو، بتعرف تجيب البعد الأفقي للميل ده ازاي. طيب تعال نشوف مثال مثلا في الكتاب.
عندي وليكن المثال ده. طيب علشان اعمل المثال ده هو بيكون مديني طبعا البلان ده بيبقى جيفن، واحيانا الاليفيشن مش بيكون موجود. طيب اول حاجه بعملها في اللوحه ان انا باخد المعطيات بتاعتي البلان وانقله في اللوحه. علشان انقل البلان في اللوحه ببدا من المستوى اللي تحت خالص، اعمل خط قطع، اروح جاي راسم اول حاجه. عندي هعمل خط كده في اي مكان زي ما موجود في الكتاب، وعندي هعمل الخط ده من اول هنا لغايه هنا. هو مديني بعده في الكتاب اللي هو 3.5، اوصل لغايه هنا واروح جاي اعمل خط افقي. بعد كده عندي مستوى مايل زي ما. تعالوا الاول قبل ما نبدا في المثال بتاع الكتاب نعمل المثال اللي احنا كنا فرضناه، اللي هو كان البيد منسوب 8 والبيرم منسوب 11 والبنك منسوب 12 والجزء اللي بعد البنك بيبقى منسوب 11 برضه، اللي هو زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو بيبقى غالبا نفس منسوب البيرم. طيب احنا رسمنا البلان بتاعه. كل اللي انا عملته نقلت بس نفس الشكل، عشان دلوقتي عايزين نستنتج الاليفيشن والليفت سايد فيو والرايت سايد فيو. طيب علشان نجيب الاليفيشن بروح جاي عامل امتداد لخطوط القطع بتاعتي يمين وشمال. بعد كده بعمل اقل منسوب اللي هو منسوب البيد. اقل منسوب في الرسمه دايما زي ما اتفقنا ان هو منسوب البيد. منسوب البيد 8. طيب انا هعمله على بعد قد ايه من اخر خط قطع؟ البعد ده انا اللي بحدده، يعني انا بفرض المسافه ما بين مسقط البلان ومسقط الاليفيشن. بس لو فرضت مثلا ان المسافه ما بين البلان والاليفيشن وليكن 2 سنتي على اللوحه، المسافه دي هثبتها ما بين البلان والاليفيشن، وما بين البلان والسايد، وما بين البلان والسايد. تمام. دايما السايد احنا متعودين في الرسم قبل كده في الرسم الهندسي في اعدادي هندسه كان السايد بيترسم جنب الاليفيشن. تمام. الدنيا اختلفت شويه، هو دلوقتي احنا هنرسم السايد جنب البلان. طيب تعال نشوف مثلا وليكن احنا هنفرض المسافه دي 2 سنتي، 2 سنتي على اللوحه. تمام. اول حاجه اول منسوب هنمثله هو اقل منسوب في الرسم. اقل منسوب في الرسم منسوب البيد اللي هو 8، فاروح جاي عامل خط يمثل اقل منسوب في الرسم. تمام. طيب المنسوب اللي بعديه اللي هو منسوب 11، اروح جاي ده كان منسوب 8، جيت عملت خط كده منسوب 8. الفرق ما بين منسوب 8 و11 3. لما اجي ابص من هنا هشوف الميل، وهشوف خط بيمثل منسوب 8 وخط بيمثل منسوب 11، فهطلع من التمانية 3 سنتي. يبقى انا كده مثلت منسوب 11. هنتكلم مع بعض في السكيل بس بعد ما اخلص. طيب بعد منسوب ال 11 منسوب 12. الفرق ما بين 11 و 12 واحد، يبقى انا هطلع من 11 سنتي، اروح جاي عامل همثل منسوب 12. تمام. طيب منسوب 8 ده هو البيد كان تحتيه ارض، فلازم اعمل له تهشير الارض.
طيب لما اجي ابص من هنا منسوب 8 هيظهر خط، وبعد كده هشوف الميل، وبعد كده منسوب 11. الميل اللي هيظهر لي ده هو في المسافة ما بين 11 و8، فاروح جاي عامل الميل بتاعي، عامل تهشير الميل، خط طويل وخط قصير، نص المسافة وربع المسافة. خليك يعني شغل دماغ شوية. ممكن علشان التهشير ده بياخد وقت، ان انت مثلا الخطوط دي ممكن ما تظبطهاش تبقى قد بعضها. فانت في فكرة ان انت ممكن تقفل سن القلم، وتروح جاي قايس نص المسافة، وتعمل بسن القلم على اللوحة. هتلاقي عمل زي حفرة كده في اللوحة، باين لك آخر حدود الخطوط الطويلة. وتيجي تقيس ربع المسافة، وتعمل خط تاني هيعمل حفرة تانية على اللوحة، يمثل لك البعد بتاع الطول القصير اللي هو ربع المسافة. وتروح جاي فاتح سن القلم، وتعمل خط طويل يوصل لغاية الخط الأولاني اللي انت عملته، وخط قصير، خط طويل، خط قصير. بالطريقة دي هتضمن ان كل الخطوط هتبقى قد بعضها، والرسمة هتبقى شكلها متناسق. وهنا نفس الموضوع برضو من 11 ل 12. تروح جاي عامل الميل، لان انت هتشوف 11 خط وهتشوف 12 خط. اللي هيبان ما بينهم هي المسافة دي كلها، لان انت باصص كده elevation. تمام. هيبان الميل بتاعك، وتروح جاي عامل التهشير بتاع الميل، خط طويل وخط قصير. انا عامله شوية في الاول، شوية في النص، شوية في الاخر، عشان بس اختصار للوقت. طيب في ايه تاني؟ كده الاليفيجن خلص. مادام انا بدات من اقل منسوب ووصلت لاعلى منسوب في الرسم، يبقى انا كده خلصت الاليفيجن. نروح جاي كاتب له اليفيجن. طبعا الكتابه بتاعتي بتبقى كتابه هندسيه، كل الحروف كابيتال، انا عاملها اول حرف كابيتال بس. فانت لما تيجي تكتبها في اللوحه كل الحروف كابيتال، والبلان نفس الموضوع، كل الحروف لازم تبقى كابيتال. عندك الارقام بتتكتب بكتابه هندسيه، والمثلثات دي يعني تبقى متناسقه شويه، يعني بلاش تعملها كروكي كده بسرعه. يعني حاول ان انت المثلث يبقى مظبوط. آه، في عندي ايه تاني؟ الارقام برضو، الارقام تتكتب ارقام هندسية. يعني مثلا الخمسة تتكتب كده، ما ينفعش تكتب خمسة كده خلاص. تمام. الاتنين ليها شكل. حاول تراجع الارقام دي تاني، علشان بتدي شكل احسن للوحة. في عندي دلوقتي انا جبت البلان وجبت الاليفيجن. فاضل عندي بيبقى مطلوب برضو الليفت سايد فيو والرايت سايد فيو. طيب الليفت سايد فيو يبقى انا هبص من ايدي الشمال، هبص من هنا. دام بصيت من هنا يبقى المسقط اللي هيظهر في الجهة التانية. طيب علشان اعمل المسقط في الجهة التانية بعمل خط ديتم. مش لازم اكمله، يعني هو كفاية بس ان انا اعرف المسافة من هنا لهنا قد ايه، اللي هي بداية الخط اللي هشتغل منه. المسافة من هنا لهنا هي المسافة اللي انت كنت فارضها ما بين الاليفيشن والبلان. هي المسافة دلوقتي هي اللي هي الاتنين سنتي اللي احنا فرضناهم من البلان للليفت سايد فيو. طيب ده اول منسوب عندي اللي هو منسوب 8. هعمل اسقاط للمناسيب الاول. منسوب 8 بدايته هنا، ودي نهايته، فاعمل منسوب اسقاط للبداية، واعمل اسقاط للنهاية، واوصل الاتنين ببعض. طيب المنسوب اللي بعديه منسوب 11. منسوب 11 ده يبعد عن منسوب 8، يعني ده كده منسوب 8 هيبعد عن 8 3 اللي هو الفرق ما بينهم. فانت هتتحرك من الخط ده 3 جهة اليمين. تمام. ومنه هتعمل اسقاط للمناسيب. منسوب 11 بدايته ونهايته، تحددهم وتوصل ما بينهم. طيب عندي منسوب 12، الفرق ما بين 11 و12 واحد، يبقى انت تتحرك من 11 واحد وتعمل اسقاط لبداية ونهاية منسوب 12، توصل الاتنين ببعض. منسوب 11 نفس الموضوع، هتعمل له، هيبقى هتنزل بقى من ال 12 واحد، تعمل اسقاط للمنسوب. انت حددت بدايته ونهايته. طيب مادام حددت البداية والنهاية عملت اسقاط لكل المناسيب، اروح جاي موصل كل بداية بكل نهاية. ده طبعا خط القطر، بعمل له امتداد من البلان، اوصل كل بداية بكل نهاية. ده نهايته كانت هنا،
وال11 دي بدايته، اوصل بدايه بالنهايه، يبقى انا كده جبت مثلت الميل اللي عندي ده. وهنا نفس الحكايه، اوصل بدايه بالنهايه، يبقى انا كده مثلت الميل. وهنا اوصل بدايه بالنهايه، يبقى انا مثلت الميل اللي عندي اللي هيظهر في الشكل. طيب هروح جاي علشان اظبط ابعادي او اظبط الدايمنشن، هقلب جسمي على اللوحه واعمل تهشير الارض. تمام. وبعد ما اعمل تهشير الارض، اروح جاي كاتب المناسيب. ده كان منسوب 12، اعمل خط كده. وده منسوب 11، ده منسوب 8، ده منسوب 11. بس اكتب بقى الميل اللي عندي. الميل اللي كان هنا كانوا 2:1. تعمل خط سهم كده يمثل اتجاه الميل. وهنا الميل ده كان في الاتجاه ده، وكان 3:2. والميل هنا مثلا كان 3:2، اي حاجة يعني على حسب اللي احنا كنا فاردين. بس اهم حاجة نحدد اتجاه السهم. طيب نرجع تاني. ده اللي هكتب له طبعا ان ده الليفت سايد فيو، عشان الرسم بس تبقى شكلها حلو. شيل الخط اللي انا كنت بادئه، لان انا قلت لك مش لازم تكمله للاخر، انت بس كفايه ان انت بتعرف اللي هي المسافه دي هتحددها، هتبدا منين يعني. نفس اللي انا عملته في الليفت سايد فيو هعمله في الرايت سايد فيو. هبص من هنا، نفس الخطوات بالمثل، نفس كل حاجة. هعمل تعيين للمستويات، هعمل اسقاط للمستوى 8. الاول بقيس المسافة دي قد ايه، نفس المسافة اللي هي 2 سنتي. هعمل اسقاط للمستوى 8 بدايته ونهايته. مستوى 11 امثله بدايته ونهايته. مستوى 12 بداية والنهاية اعمل لهم اسقاط. ومستوى 11 هوصل البداية بالنهاية، والبداية بالنهاية، والبداية بالنهاية. واعمل امتداد لخط القطع، وامتداد لخط القطع. هعمل تهشير الارض. واكتب بقى البيانات بتاعتي، نفس البيانات اللي انا كتبتها في الليفت هكتبها في الرايت. واكتب المناسيب بتاعتي. يبقى انا كده خلصت المطلوب اللي هو كان عايز. هو كان مديني جيفن بلان، كان عايز الاليفيجن والليفت سايد فيو والرايت سايد فيو. كده ابقى انا خلصت كل المطلوب اللي عندي. طبعا حاول ان انا احافظ على تناسق اللوحة ونظافتها، والبيانات بتاعتها تكون واضحة، وتكون مكتوبة كتابة هندسية. مش لازم استخدم الشابلونة علشان اكتب مثلا الحروف بكتابة هندسية وكده. حاول ان انت تكتبها بايدك، تتدرب عليها يعني. الموضوع بسيط، مش سهل، لان انت لو كتبتها بالشابلونة هتاخد معاك وقت كبير. يعني انت لو لاحظتها مثلا، لو كنت جربتها في البيت مثلا، ان انت كتبت الحروف بالشابلونة، هتلاقي الموضوع صعب وخد منك وقت بشكل مستفز يعني. حاول ان انت تتدرب ان انت تكتب بايدك. يعني مثلا لو عايز اكتب بلان، احاول ان انا اكتبها بكتابة هندسية مظبوطة. الشكل ده كده عشان تظهر ان هي يعني شكل منسق شوية. هنيجي بعد كده نخش على المثال اللي احنا كنا سيبناه في الكتاب، ونكمل دلوقتي. نرجع تاني للمسألة بتاعتنا اللي كانت في الكتاب. كل اللي انا عملته نقلت البلان. طيب لو جينا بصينا في الكتاب، علشان ننقل البلان بعمل الخط اللي هو خط القطع. وبعد كده
اول خط بعمل خط اللي هو اللي عند نقطة بي ده، تمام، على ارتفاع 3.5 زي ما هو قايل لي 3.5 متر. والخط بي ده بعمله في اي مكان. طيب الخط اللي عند نقطة A ده مش بعمله في اي مكان، لان المسافة دي لازم اكون عارفها. المسافة دي هجيبها ازاي؟ ده مستوى مايل، وما بين مستويين في اختلاف في المنسوب ما بينهم، يعني المستوى ده 8.5، المستوى ده 8. في القانون اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص، اللي هو ايجاد البعد الافقي لاي مستوى مايل، اللي هو فرق المنسوبين في فرق المنسوبين في الميل. فرق المنسوبين عندي منسوب 8.5 و8، فرق ما بينهم نص. في الميل اللي هو الخمسة، اللي هي اللي احنا كنا بنقول عليها ان هي الزد، يبقى نص في خمسة ب2.5. يبقى انا عرفت المسافة ما بين الخط من اول هنا لغاية هنا، المسافة دي 2.5. يبقى انا هعمل الخط ده في اي مكان وامشي من هنا 2.5، واروح جاي اعمل الخط ده، وبعد كده اكمل القطع بتاعي يمين وشمال، لان ده خط قطع انا واخد جزء من الترع. بعد كده الخط ده طبعا على ارتفاع 3 زي ما هو قايل لي، وهمثل كل الارتفاعات. بعد كده همشي من الخط ده 5، واعمل خط تاني بالعرض واعمل عليه المستوى المايل. بعد كده هطلع من الخط ده 3، واروح جاي اعمل خط كده مثلت البرم. بعد كده من التلاتة هطلع 2. طبعا دي غلطة في الكتاب، كانت 3.8، هي المفروض تبقى 2. عرفت منين ان هي 2؟ اللي هي القانون بتاع فرق البعد الأفقي لأي مستوى مايل. القانون ده أصلا هيتكرر معانا كتير جدا، فيعني احفظوه كويس. هنا لما جيت عملت فرق المنسوبين في الميل 12 ناقص 2، 12 ناقص 11 1 في الميل، اللي هو 2 إلى 1، الزد بتاعته 2. يبقى 1 في 2 ب2، يبقى دي 2 متر مش 3.8. طيب بعد كده هبدأ من الخط ده هطلع 6 زي ما هو قايل لي، وبعد كده من الخط ده هطلع 2 واعمل خط، وبعد كده هطلع 2. دي مسافة قطع ممكن افرضها اي حاجة، بس هو على اساس البيانات اللي هو مديها لي انا بشتغل. تمام. بعد كده انا عايز استنتج الاليفيجن. البلان عندي اهو، بس انا مش كاتب الدايمنشن بتاعته على اليمين. عايز استنتج بقى الاليفيجن. فقلنا اول حاجة بنعمل خط اللي هو بيمثل المسافة ما بين المسقط الاليفيجن ومسقط البلان، تمام. وليكن مثلا هاخدها 2 سنتي على اللوحة. اروح جاي اعمل امتداد لخط القطع ده، واعمل امتداد لخط القطع هنا. بعد كده هاجي عشان ابص في الاليفيشن، ابص من تحت، ابدا من اقل منسوب زي ما اتفقنا. اقل منسوب عندي في البيد هو 8، وفي منسوب تاني للبيد 8.5. طيب تعالى نمثل التمانية، وليكن ان هي هتبدأ من اول هنا. هعمل لها اسقاط من النقطة دي، اطلع بالمثلث لغاية ما اوصل لنهاية المستوى 8. دي بدايته ودي نهايته، تمام. وبعد كده همثل المستوى 8.5. 8.5 يبقى يبعد عن 8 مسافة نص، ده الديتم بتاع 8، يبقى أنا هطلع من الديتم ده نص وأروح جاي عامل خط. دي بدايته، ونهايته هحددها من الإسقاط اللي أنا هطلعه من تحت بتاع البي، وليكن هيطلع بالشكل ده كده. عملت منسوبين، دي البداية ودي النهاية، ودي البداية ودي النهاية، وأروح جاي موصل الاتنين ببعض. يبقى أنا كده جبت الميل اللي ما بينهم، اللي هو كان بيمثل 5:1. ده منسوب 8.5، وده منسوب 8. طيب خلصت البرم، اطلع في المنسوب اللي بعديه. المنسوب الاكبر بعديه هو منسوب خلصت البيد، اطلع للمنسوب اللي بعديه هو منسوب البرم. البرم منسوبه 11، تمام. سواء طلعت اشتغلت من منسوب البيد اللي هو 8.5 او منسوب 8، فالاتنين هيوصلوني ل 11. لو جيت خدتها من التمانية، 8 ناقص 11 هطلع 3. من عند التمانية هطلع 3، تمام. ولو جيت خدتها من ال8.5، 8.5 ناقص 11 2.5، بطلع من هنا 2.5. لو جيت وصلت الاتنين ببعض هتلاقيهم الاتنين نفس الارتفاع، فسواء خدتها من هنا او خدتها من هنا مش هتفرق. طيب ده منسوب 11. بعد ال11 منسوب البنك، اللي هو اعلى منسوب في الرسمة.
اللي هو 12، اطلع من 11 واحد واروح جاي عامل خط منسوب 11 منسوب 12. همثل الميول بتاعتي وتهشير الارض. طبعا البيد عندي هنا، بعد كده لما اجي ابص من هنا اشوف الميل اللي هو 1:1، اعمله برضو نص المسافة وربع المسافة، اعمل تهشير المستوى المايل. اكتب عليه 1:1. بعد كده المستوى اللي بعديه هشوف الميل بتاع 2:1 من بعد البرم اللي هو ما بين ال11 وال12، هكتب عليه 2:1. كده انا خلصت الاليفيشن. تمام، كده الاليفيشن عندي خلص. عايز اعمل الليفت سايد والرايت سايد. نبدأ بالليفت. هبص من الاتجاه ده، قلنا هنعين المسافة ما بين المسقط البلان ومسقط السايد اللي احنا فرضناها 2، وانت بتفرضها زي ما تحب يعني. بس اهم حاجة لو انت فرضت المسافة ما بين الاليفيشن والبلان 2 يبقى المسافات ثابتة ما بين السايد والبلان. نبدأ مثلا عين المسافة هنا لتكن 2 زي ما احنا فرضناها، ومن هنا انا لما اجي هبص من هنا اول حاجة هشوفها منسوب 8، فعين منسوب 8، اعمل اسقاط للخط ده كده، هيظهر منسوب 8 ده اوله وده اخره. مادام انا لقيت مثلا البيد فيه اختلاف في المناسيب، ليه اكتر من منسوب، منسوب 8 ومنسوب 8 ونص، هبدأ من الاتجاه، يعني همثل اقل منسوب الاول. تمام، ليه همثل اقل منسوب؟ لان في الاتجاه ده انا اول منسوب شفته هو اقل منسوب، فانا بمثل اول منسوب شفته. تمام، عشان انا ببص من الاتجاه ده. لما اجي ابص من العكس اول حاجه همثلها هي التمانية ونص. تمام، فاحنا خلينا دلوقتي في الليفت. لما اجي ابص من هنا اول حاجه همثلها التمانية. تمام، وانسى بقيه المناسيب اللي هي موجوده في نفس البيت. اطلع على المنسوب اللي بعده اللي هو البرم، منسوب 11، يبقى امشي من 11 3 وعين بدايته ونهايته زي ما اتفقنا، واجي عند منسوب 12 اطلع واحد وعين البدايه والنهايه. تمام، وبعد كده هاجي عند 11 عين بدايته ونهايته، اعمل خط القطع، جاي موصل البداية بالنهاية، واوصل البداية بالنهاية، واوصل البداية بالنهاية، يبقى انا كده جبت الميل بتاع المناسيب. طيب، في عندي لسه منسوب 8 ونص لسه ما مثلتوش، هروح جاي عامل اسقاط للبي، نقطة بي هيوصل هنا على الخط المايل ده، واروح جاي عامل خط بالشكل ده كده، يبقى انا كده مثلت منسوب 8 ونص، وده الميل اللي هيظهر في الاتجاه ده. تمام، اروح جاي عادل نفسي على اللوحة واعمل تهشير الارض. طبعا بعمل تهشير الارض بسرعة، حاول ان انت تعمله بشكل منتظم شوية. اكتب المناسيب، ده كان منسوب 12، ده منسوب 11، خط هنا منسوب 8، وده منسوب 8 ونص. اكتب drawing left side view، وهنا منسوب كان منسوب 11.
نرجع تاني للوحة. عايزين بقى نعمل الرايت سايد فيو. هبص من الاتجاه المعاكس، هبص من الاتجاه ده من ايد اليمين، وابص احط في إيه في الاتجاه الشمال. طيب هبدأ من اقل منسوب زي ما احنا اتفقنا. اقل منسوب اللي هو المفروض في البيد اقل منسوب 8، بس اقل منسوب انا هشوفه لما اجي ابص من جهة اليمين هو 8.5، وماليش دعوة بالتمانية دلوقتي. لما اجي ابص من هنا اول حاجة هشوفها اللي هو 8.5. يبقى انا همشي من عندي عايل المسافة اللي هي 2، وبعد كده هروح جاي بادئ اعمل اسقاط للبي، حددت البداية والنهاية بتاعت 8.5. تمام. طيب بعد كده منسوب 11. منسوب 11 الفرق ما بين 8.5 و11 2.5، يبقى انا هطلع من 8.5 ل11 2.5، اروح جاي معين عامل اسقاط للمنسوب 11، عين بدايته ونهايته. هاجي عند المنسوب البنك اللي بعديه 12، هطلع من هنا واحد، همشي واحد كده. دايما لما بمشي في المناسيب، لما بزود بمشي بعيد عن البلان، لما بنقص بمشي قريب من البلان. تمام. فانا من 11 ل 12 هزود، يبقى انا همشي واحد، همشي بعيد كده، واعمل اسقاط للبنك اللي هو منسوب 12، وبعد كده اعمل اسقاط ل 11، حددت البداية والنهاية بتاعته. تمام. اوصل البداية بالنهاية، اوصل البداية بالنهاية، بداية بالنهاية، يبقى انا كده جبت الميول بتاعة الرسم. طيب لسه في منسوب انا لسه ما عملتوش، اللي هو منسوب 8. لما اجي ابص من هنا منسوب 8.5 هو اللي هشوفه اول حاجة. طيب منسوب 8 هيظهر داش لانه هو اصلا مش هيبان، لان منسوب 8 اعلى منه ومغطي عليه. فاروح جاي ممثله داش، هعمل اسقاط للخط اللي هو A، المفروض يظهر هنا، والميل ده المفروض يكمل كده داش لغاية ما اعمل اسقاط لخط هنا عند نقطة A. تمام. او في طريقة تانية ان انت ده كان 8.5، يبقى انت بتقيس 8، بتقيس نص، وبترجع بقى للخلف اللي هي نص كده، وتروح جاي عامل خط الداش بتاعك اللي هو عند منسوب 8. خط الداش ده بيفضل ماشي لغاية لما تعمل اسقاط لنقطة A لغاية هنا، وتوصل الخط الداش ده بالخط الداش ده الاتنين، اللي هو النقطة دي بالنقطة دي، بس بخط داش لازم يطلع على استقامة الميل ده. تمام. انا كده خلصت المسقط بتاعي، اعمل خط القطع واكتب المناسيب بتاعتي. ده منسوب 12، منسوب 11، منسوب 11، منسوب 8.5 الأول، وبعد كده منسوب في الخلف ده منسوب 8، وأعمل التهشير بتاع الأرض. طبعا مش هعمل ميل هنا لأن ده مستوى مش باين، أنا عشان كده عامله داش، فمش هعمل ميل زي ما أنا عملت ميل هنا. وأكتب له بقى إن هو رايت سايد فيو. تمام. بس كده المسألة عندي خلصت. لو في مثلا الأبعاد بتاعتي، مثلا بحط البعد بتاع البنك هنا، مثلا كان هو مديولي 6 متر، حطه 6 متر. وهنا نفس الموضوع برضو، بعمل له خط بعد وبكتب عليه 6 متر، بس بقلب اللوحة، أو بعد الجسم على اللوحة، مش بقلب اللوحة، يعني اللوحة متثبتة على البوردة أكيد، أنا بعد الجسم على اللوحة علشان أقدر أكتب الدايمنشن صح. بس كده يكون المثال ده خلص. أرجو إن انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.